ذهنية الذئب الرمادي أمام زيارة بارزاني لبوطان بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. كانت زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى جزيرة بوطان لحظة سياسية تتجاوز معناها البروتوكولي، زيارة تحمل دلالتها في الزمان والمكان وفي طريقة استقبالها وفي مستوى التنسيق الأمني والمؤسساتي الذي رافقها بين أربيل وأنقرة. خطوة جاءت لترسم مشهدا جديدا في جغرافيا حاولت تركيا طويلا تحويلها إلى منطقة صامتة لا تتحرك إلا بإذن الدولة المركزية، لكن دولات باغشلي قرأ الحدث بذهنيته القديمة نفسها، استعاد مفردات الخطاب القومي المتصلب ولجأ إلى لغة شوفينية لا تنسجم مع الواقع. بدأ خطابه انعكاسا لأزمة أعمق من مجرد تعليق سياسي، أزمة عقل سياسي ما زال يرفض الإقرار بأن الزمن تغير وأن الزيارة لم تكن تحديا لتركيا بل جزءا من توازن جديد فرضته التحولات الإقليمية والدولية. كان لافتا أن كل تفاصيل الزيارة جرت بتنسيق كامل بين المؤسسات في إقليم كردستان وتركيا، وأن الوحدات التركية الخاصة رافقت الوفد من دون أي إشكال. ومع ذلك حاول باغشلي إظهار الحدث وكأنه خرق أو استفزاز، رغم أنه يأتي في سياق انفتاح سياسي كانت أنقرة نفسها طرفا فيه. تصريحاته تكشف خشية من حضور كردي لا يمكن تجاهله، ومن رمزية بارزاني الذي دخل بوطان كصاحب مكان لا كضيف عابر. أن بخجلي الذي ادعى يوما أنه يؤيد مسار السلام يعود اليوم إلى لغته الأولى، لغة الذئب الرمادي التي ترى في الاعتراف بالآخر تهديدا، وفي المصافحة خطرا، وفي كل خطوة سلام مؤامرة. كان الاعتقاد السائد أن هذا الخطاب قد تراجع، وأن صاحبه أدرك أن الجغرافيا لا تدار بالعصبية، لكن كلماته الأخيرة أعادت الصورة القديمة بوضوح تام. بيان مقر بارزاني جاء ثابتا في نبرته، واضحا في رسالته، بعيدا عن الانفعال. أشار إلى أن الزيارة كانت داعمة لمسار السلام، وأنها جرت وفق تفاهمات رسمية لا علاقة لها بالتأويلات المتشنجة. الفرق بين الخطابين يعكس الفرق بين عقلين، عقل يدرك طبيعة المرحلة، وعقل ما زال يعيش في زمن الخوف من أي حضور كردي على أرضه. الشرق اليوم يعيد رسم خرائطه بعوامل جديدة، الاقتصاد والتحالفات وموازين القوى والجغرافيا التي لم تعد تقبل الخطابات المغلقة. زيارة بارزاني لحظة من تلك اللحظات التي تكشف أن الشرق يتغير، وأن تركيا نفسها لن تستطيع البقاء خارج هذا التحول مهما تمسكت بذهنيات قديمة. بخجلي يستطيع أن يرفع صوته، لكن الجغرافيا لا تسمع الضجيج. ما سيبقى هو الفعل والقدرة على قراءة المرحلة والوعي بأن التاريخ يتحرك نحو شرق جديد لا يقف عند حدود الصراخ. بقلم صلاح الدين الكردي نوبار.